الفريق. سفيان رحيمي من الجانب الآخر كان مصدر خطورة العين. طبعا لما يكون عندك لاعب بخطورة هذا اللاعب وبتحركاته، يعني لاعب واحد قاعد يحرك ما يقارب 4 إلى 5، نتكلم الدفاع واجبات كاملا دفاعية أيضا يقوم بها غير الواجبات الدفاعية. لذلك إن لما نقول في ذكاء اليوم كان من اللعيبة في داخل الملعب ومن المدرب للطريقة اللي يلعب فيها وللأدوار. دائما احنا نتكلم عن الأدوار هي اللي تخدمك في داخل الملعب، حتى لو خدمتك أحيانا بعض الفرص مثلا، لكن لابد أن أنت تكون في داخل الملعب لا تأدي أدوارك. لاعبين العين أدوا أدوارهم صراحة بكل ما تعني. وإحنا لما نقول الأدوار نرجع لكلامك قبل ثواني بس، إنه رحيمي قاعد يقوم بأدوار دفاعية وهجومية. سجل هدفين، سجل هدف العين وفي العين لا، واليوم كان هو مزعج. تتكلم للرباعي الدفاعي زائد حتى المحاور اللي كانوا يلعبون حتى ما قبل الطرد. طبعا نتكلم عن الكلام هذا، لكن أحيانا التصرفات الفردية، الأخطاء الفردية. النصر في خلال هذه المباراة دائما ما يخسر الكرة، سواء في اشتراك أو حتى في تمريرها إلى الأمام. يعني زي ما حضرتك ذكرت في 11 هدف دخلوا في 3 مباريات. كتير. احنا بنتخيل بقى كمان ان تعالى نفصصهم، هتلاقي ان سفيان رحيمي جايب هدفين هم نسخة طبق الأصل. بالمناسبة لو بصيت على الهدفين دول وراجعت مباراة الرائد هتلاقي هدفين هم نسخة طبق الأصل من هدفين سفيان رحيمي. عندك في المباراة اللي ما قبل هدفين من ضربات ثابتة، في مباراة الرائد هدف من ضربة ثابتة. فاحنا بنتكلم على ان أشياء تتكرر، ده معناها ان يجب ان يكون لنا وقفة. حسينا اليوم بأن كريستيانو لم يكن في المباراة. اعتقد الفريق بالكامل كان في اوقات كتير عنده لكن مشاكل، هو الذي كان يتحدث عن الريمونتادا ويحفز اللاعبين. كريستيانو طبعا دي واحدة من المباريات الغريبة بالنسبة لي ان انا اشوف المستوى لكريستيانو. اعتقد ان المسألة كانت مرتبطة بالتركيز اكتر، لانه اهدر فرص فعلا مش في العادي انه يضيعها كريستيانو رونالدو ابدا، يعني واحد من اعظم اللاعبين في التاريخ. وسفيان رحيمي طبعا الذي سجل هدفين وسد المرمى مرتين وصنع فرصة أيضا، ودقة التمرير أيضا فاقت 70%. يعني ليس هناك نجوم، ليس هناك أسماء كبيرة في العين، لكن هناك فريق منسجم الليلة. نعم، كرة القدم هي تعتمد على مجموعة في داخل الملعب تعطي ليس الأسماء فقط. لا، الأسماء هذه ما تنفعك، ودليل ذلك أنه النصر مليء بالأسماء ولكن ما نفعت المسألة هذه.